أعلن رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إدنالدو رودريغيز تعيين الإيطالي كارلو أنشيلوتي رسميا مدربا للمنتخب. واعتبر رودريغيز أن أنشيلوتي يعد تعزيزا استثنائيا للسيليساو، موجها شكره لنادي ريال مدريد على تعاونه لإتمام العملية. مرحبا بالجماهير البرازيلية. أريد أولا أن أعبر عن عميق امتناني لصبركم ودعمكم طوال هذه الفترة، وبكل سرور أعلن عن تعزيز استثنائي لمسيرة منتخبنا الفريق البرازيلي الأكثر تتويجا في تاريخ كرة القدم العالمية، سيقوده أعظم مدرب في العالم الإيطالي كارلو أنشيلوتي. سيدرب أنشيلوتي الفريق في تصفيات كأس العالم وكذلك في نهائيات كأس العالم العام القادم، وبفضل عقليته الفائزة فهو المدرب الوحيد في تاريخ كرة القدم الذي فاز ب5 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى فوزه بالدوريات ال5 الكبرى في أوروبا. وسيوفي المدرب بالتزامه مع نادي ريال مدريد حتى نهاية موسم الدوري الإسباني. كما أريد أن أعرب عن خالص شكري رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز والمدير التنفيذي خوسيه أنخيل على كل ما قدمه من تفاهم وحوار ودعم جعل هذه الصفقة ممكنة. سيبدأ مدربنا الجديد عمله قريبا في اليوم 26 من مايو. سيعلن أنشيلوتي عن قائمة تضم 23 لاعبا للمباراتين القادمتين. أنا على يقين بأن هذه ستكون الخطوة الأولى في رحلتنا نحو البطولة القادمة. أكرر شكري على صبركم وحماسكم الدائم، وأدعو كل واحد منكم إلى دعم المنتخب في سعيه نحو اللقب المنتظر. أنا على قناعة تامة بأننا تحت قيادة أنشيلوتي وبوحدة وتفاني لاعبين سنكون أقوى من أي وقت مضى لمواجهة التحديات المقبلة. فلنذهب معا يا برازيل نحو البطولة القادمة. بعد سنوات من النجاح والتحديات يسدل الستار على حقبة كارلو أنشيلوتي في ريال مدريد، بعدما أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم تعيينه رسميا مدربا للمنتخب الوطني بداية من مايو 2021. يشكل هذا الرحيل نقطة تحول كبيرة للنادي الملكي ولأنشيلوتي نفسه الذي يخوض تحديا جديدا في أول تجربة له على مستوى المنتخب. كارلو أنشيلوتي تولى تدريب ريال مدريد على فترتين وحقق خلالها العديد من البطولات، من أبرزها دوري أبطال أوروبا، الدوري الإسباني، كأس الملك، كأس العالم للأندية. اشتهر أنشيلوتي بعلاقته الممتازة مع اللاعبين وقدرته على إدارة النجوم بهدوء وثقة، ما جعله محبوبا لدى الجماهير. رحيل أنشيلوتي لم يكن نتيجة قرار فردي، بل جاء نتيجة تلاقي ظروف مشتركة، اهتمام منتخب البرازيل منذ عام 2023 وتقديم عرض مغري، تراجع نتائج الفريق في الموسم الأخير، وفقدان الألقاب الكبرى، رغبة ريال مدريد في تجديد الدماء والاعتماد على مدرب أصغر سنا وأكثر ارتباطا بمشروع تطوير الفريق، وتشافي ألونسو أبرز المرشحين. يفضل أنشيلوتي تجربة جديدة على مستوى المنتخبات بعدما درب جميع كبار أندية أوروبا. يأتي رحيل أنشيلوتي قبل بداية كأس العالم للأندية 2025 التي تستضيفها الولايات المتحدة، ما يفرض على ريال مدريد سرعة التعاقد مع مدرب جديد للاستعداد للبطولة. ويأتي هذا الرحيل بأثر رجعي على الفريق أبرزها. فنياً، الفريق سيواجه تحديا في التكيف مع فلسفة مدرب جديد، خاصة في ظل وجود لاعبين شباب مثل بيلينغهام وفينيسيوس يحتاجون لاستمرارية المشروع. معنويا، أنشيلوتي كان عنصر استقرار، ورحيله قد يترك فجوة نفسية في غرفة الملابس. إداريا، القرار محسوب من إدارة فلورنتينو بيريز التي ترى أن الوقت مناسب لتجديد الدماء. الجماهير المدريدية عبرت عن حزنها لرحيل مدرب محبوب وناجح، فيما رحب مشجعو البرازيل بالقرار باعتباره خطوة جادة نحو استعادة المجد المونديالي. إنه أمر محزن للغاية بصراحة، لأنه مدرب جيد وقد فاز بالعديد من الألقاب، لكن حان الوقت للمضي قدما وتجربة شيء جديد، وأعتقد أن تشافي ألونسو سيبلي بلاء حسنا. برحيل كارلو أنشيلوتي يطوي ريال مدريد صفحة مليئة بالنجاحات واللحظات التاريخية، ومع بداية مغامرته الجديدة مع منتخب البرازيل تتجه الأنظار إلى مستقبل النادي الملكي تحت قيادة فنية جديدة، في انتظار تحديات كبرى واستحقاقات قريبة.
أما أنشيلوتي فسيحمل خبرته الأوروبية إلى قارة أمريكا الجنوبية، حيث تنتظره مسؤولية ضخمة أمام جماهير لا تقبل إلا بالمجد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. تكلمنا اليوم عن خبر رسمي ومهم، وهو رحيل كارلو أنشيلوتي عن ريال مدريد نهاية الموسم الحالي، ويتجه لتدريب منتخب البرازيل. القرار جاء بعد فترة طويلة ناجحة مع الريال، حقق فيها بطولات كبيرة زي دوري الأبطال والدوري الأسباني والكأس وكثير من البطولات، لكن هذا الموسم ما كان الأفضل، والضغط زاد بعد خسارة الكلاسيكو وبعد خسارة الدوري، فكان الوقت المناسب بين الطرفين عشان التفكير في التغيير. البرازيل من زمان مركزين على كارلو أنشيلوتي تقريبا من 2023، والآن أخيرا تم الاتفاق، والمثير أن تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن هو المرشح الأبرز لخلافته. جمهور الريال حزين لكن متفهم، أما جمهور البرازيل فمتفائل لأنهم عندهم مدرب بخبرة بطولات. أنشيلوتي يودع مدريد ويبدأ مغامرة جديدة في طريقه نحو كأس العالم 2026. وهنا نكون ختمنا هذا الخبر المهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولكن لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يصلكم أي جديد في القناة.